السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده الجزء الثاني من أهم نصايح من ذهب لكل حاج ومعتمر، ولكل حاجة ومعتمرة طبعا. بس أول حاجة نقول الدعاء عشان كلنا ربنا يكرمنا، واللي راح قبل كده يروح واللي ما راحش خالص يروح الحج أو حتى العمرة. نقول كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم. ندخل على طول ونقول نصايح النهاردة. طبعا احنا خلصنا في الفيديو الأولاني النصايح الأولى لكل الحجاج. شوفوا النهاردة أول حاجة احنا وصلنا بقى دلوقتي الفندق وخلصنا كل حاجة. أول ما توصلوا الفندق لازم تطلبوا من الريسبشن تحت او الاستقبال تحت، قول لهم عايز كارت الفندق. كارت الفندق ده عبارة عن ايه؟ الكارت ده بيكون، وهقول لكم ليه دلوقتي. الكارت ده بيكون موجود فيه اسم الفندق وموجود فيه ازاي توصل له، يعني اللوكيشن بتاعه، يعني الموقع بتاعه هم رسمينه على ظهر الكارت، بحيث انت لو طلعت مثلا رحت تعمل العمرة بتاعتك وعايز ترجع ما انتش عارف، فبتدي الكارت ده لسواق التاكسي، تمام، ويعمل ايه، هو يوصلك. وبقول لكم الكلام ده ليه؟ لان انا لما انا تهت في اول مره ولو كان معايا الكارت ده ما كانش حصل كده. يعني كل ما اجي اوقف سواق اقول له اسم الفندق يقول لي لا ما اعرفش اسم الفندق، لازم يكون الكارت معاكي. تمام، خلصنا كده موضوع كارت الفندق. نيجي بقى احنا الحين وقت نعمل اللي بتاع العمره بتاعتنا، لازم الكمامه تكون معاك. انا في فيديو من الفيديوهات دي لو شفتوا كميه الكحة، الناس عمالة تكح في المكان ده بالذات، ده في الدور الأول، في الأدوار اللي حوالين صحن الكعبة. فلازم الكمامة، معلش استحملوا، في سن ناس كبيرة، في حتى لو شباب والله بيبقى في جنسيات مختلفة، وممكن يكون حد عنده برد وبرضه عشان الأمراض والكلام ده كله. خلاص. طيب أنا مثلا دلوقتي في موسم الحج، معنى موسم الحج إيه؟ إنه زحام شديد. طيب النصيحة اللي لازم 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 وأهم نصيحة للزحام، لو شايف الدنيا زحمة قدامك ما تخشش تزاحم انت كمان، ابعد. يعني انت مثلا لو في صحن الكعبة او انت يا حاجة في صحن الكعبة ولقيتي زحمة، لا ما تخشيش، يا تاخدي الدايرة من بره، ولو لقيتها زحمة اطلعي الادوار اللي فوق الاول ولا التاني ولا التالت، قولا واحدا. انا شفت والله فيديو لواحدة يا عيني، علشان اللي بيقع، على فكرة اللي بيقع ممكن بيندس بالرجلين مش زحمة، والناس غصب عنها، لان اللي بيوطي بيندس هو كمان، وفي ناس كتير ماتت كده. واحدة عيني لولا يعني الناس بتقول وقعت، كانت مع مامتها ووقعت وما كانش حد عارف يجيلها، جالها واحد كده راح شايلها شديتها كده حتى من شعرها طلعها بين الناس عشان تعرف تتنفس وتاخد هوا وتعيش، كانت بتموت. فبلاش زحمة، بلاش زحام. شايف انت عايز تقرب من الكعبة قوي، شوف وقت مثلا يكون الصبح، هتلاقي الدنيا خفيفة، تمام، هيبقى الزحام خفيف. مش يعني تقعد بعد الفجر ساعتين ولا 3 كده، يبقى تلف حول الكعبة وتطوف زي ما انت عايز. انما المكان الحرم كبير، سواء في الحرم من جوه، في صحن الكعبة، في الأدوار، حول في بلاط الحرم، كل ده موجود. فبلاش الزحام يا ريت. خلصنا الكمامة وخلصنا الزحام، نيجي بقى لأهم حاجة واللي بتنقل الواحد بين هو إنسان حضاري أو غير حضاري. ناس كتير قوي بتوزع سواء مية سواء بتوزع بلح، كل الكلام ده كله. وبرضو عايزة أقول لكم على حاجة، وفي حاجة لفتة كويسة قوي من الحرم أو إدارة الحج هناك. بيعملوا في ساحات الحرم ترابيزات، ترابيزة عليها قهوة، ترابيزة عليها بلح، وهم بيوزعوا يعني بنفسهم، بيدوك شوية في إيديك كده أو الشاي. طيب في ناس عادية بتحب توزع عادي وانت ماشي في الشارع،
او انت في صحن الحرم، او انت في اي حته بيحب يوزعوا بلح او ميه. يا ريت بلاش الناس اللي بتاخد كميه في ايديها. يعني انا شفت فيديو واحد مطلع كرتونه خدوها 4. ليه؟ الدنيا خير هناك والدنيا حلوه، بس زي ما تاخد اخرك تاخد بلحه ولا 2 ولا بالكتير 3. حد بيديك ميه، ليه تاخد 4 5 6؟ انا شفت ناس بتاخد الشنط اللي بتاع البلاستيك دي تملاها ميه، ازاز ميه. ليه؟ ماشي، نبقى ماسكه ناس كده راقيه، بنتعامل برقي، ناخد على قد ما ناخد، تمام، عشان احنا الكرتونه تكفي ناس كتير، واللي هو بيوزع ده ياخد ثواب اكتر. ماشي، وكل واحد بيبقى ياخد وهو نازل للحرم. طبعا اللي بتاع النصيحه اللي بعد كده، بيبقى معاك شنطه صغيره تحط فيها سندوتش، تحط فيها باكو بسكوت، فاكهيه، تفاحيه، ازازه الميه بتاعتك، كده. الشنطه الخاصه، وانت معاك شنطه كده كده للشوز بتاعك. بعد كده احنا مثلا ايه، رايحين بقى المزدلفه، رايحين منى. اهم نصيحه، احنا قلنا صورنا الفندق. اهم نصيحه، تصور الاتوبيس او رقم الاتوبيس بتاعك. يعني بتاخد التليفون بتاعك كده، او انت يا حاجه تاخدي التليفون وتصوري رقم الاتوبيس. تمام، علشان لما تروحي مثلا جبل عرفات او عند جبل الرحمه، او تروحي مزدلفه، او تروحي منى، كل الكلام ده كله، تمام، هتعرفي ترجعي. هتصور الاتوبيس اللي انت بتروح فيه، وكمان هتصوروا المكان اللي انتوا بتقعدوا فيه، سواء في مزدلفة او منى. تمام، ودي اهم حاجة. انت طبعا الفندق اللي كنت فيه كان اسمه واحد الضيافة. تمام، ده التصوير ده في الفندق من جوه. فلازم التصوير، التليفون معاكم، صوروا المكان اللي انتوا فيه. وفي نصيحة كمان، إياكم تصوروا جوه الحرم، لأن اللي بيتمسك وهو بيصور جوه الحرم السنة دي، وده جديد، هيدفع 10,000 ريال. خلي بالكم. تمام، إياكم تصوروا جوه الحرم. يعني برضو عشان خاطر تبقوا مركزين، احنا بنقول ايه، نصور الاتوبيس، نصور الفندق. والله العظيم النصايح دي من ذهب. هي حاجات يمكن شايفينها بسيطة، انما مش بسيطة. انت في جبل الرحمة وفي جبل عرفات ممكن تتوه. انا سمعت قصة وانا والله في عرفات، وقت كنت بعمل عمرة، قالوا ان في حد تاه منهم السنة اللي فاتت. كان هو طلع اعلى الجبل، والله اعلم ده بجد ولا لأ. طبعا اللي بيروح هناك ممكن يتوه. قعدوا يدوروا عليه ما لقوهوش، المجموعة مشيت والكلام ده كله، لقوا بتاع، لأن أنت بتروح من سنة للسنة، بقى السنة اللي بعديها جثته فوق وعرفوه. من شايفين، هقول لكم على حاجة. أنت الشركة بتسلمك حاجة كده شبه الكارد أو كارت، بتحطه في رقبتك بشريط كده ألوان. ده أهم حاجة، ما تسيبوش، لازم تحطه كده في رقبتك، اللي هو الكارت ده تلبسه في رقبتك. وبيبقى في زي موحد، سواء الكاب سواء في بتاع ده شال كده. ماشي، لازم علشان خاطر المجموعة كلها تميز بعضها. بعد كده إياك ثم إياك تسيب المجموعة اللي معاك أو المشرف اللي معاكي. ماشي، وخصوصا الستات، ما تسيبوش المشرفين ماشيين في مجموعة، خليكم ماشيين في مجموعة مع بعض، علشان البهدلة برضو، عشان ما تتوهيش، عشان ما الكلام ده كله. تمام، كده احنا صورنا ظبطنا حالنا. نيجي بقى نرجع تاني، نطلع من جبل، من عند عرفات او كده او كده، افتح التليفون واشوف الرقم، وادور في الاتوبيسات على رقم الاتوبيس الاساسي، وايه، واركب واحدي. طيب، بعد كده خلصنا حجتنا، خلصنا عمرتنا. اهم حاجة يا جماعة، والله العظيم بجد، اول حاجه انتوا طبعا بتحضروا، جبتوا هدايا والكلام ده كله. هقول لكم في في اماكن حلوه قوي لشير الهدايا هناك، بعمل لكم فيديو مخصوص عشانها. في مكان اسمه اسواق جياد، ده حلو واثار حلوه. في في الصفا
في الصفوة مسجد، يعني عند المسجد كده، في أبراج الصفوة وفي أبراج الساعة، تمام. فيهم برضو، وفي بقى في الشارع طول ما انت ماشي في الفندق كده برضو في هدايا. طب جبنا شنطتنا وجبنا الهدايا، نطلب من الفندق عايزة ميزان أوزن الشنطة، وده أنا لقيته في المدينة برضو، يعني تشوفي وزن الشنطة بتاعتك وتأكدي من وزن الشنطة عشان شنطتك ما تتفتحش أو تتبعت شحن. تاني حاجة بقى، ودي أهم حاجة، إياكي ثم إياكم ثم إياكم حد يقولك خد وصل ده لمصر وتاخدوا توصلوا. يعني عايزين ايه من اللي لسه في مهندس يا عيني، حد اداله بط او حاجه كده كان فيها اقراص كده مخدره، تمام. يعني حد يقول لك هديك فلوس وخد وصلش، لا ما توصلها انت، تمام. اطلبها شحن، يعني انت عايزني اوصلها لي هديك فلوس، طب ما تبعت الفلوس للشحن او شوف شركه شحن. خلي بالكم من نفسكم عشان باذن الله تكون ذكرى حلوه تحكيها لعيالكم بعد كده، ما يبقاش فيه مشاكل. في اماكن لو في مثلا حد اتعذر على الاكل ولا حاجه، في اماكن تحت برج الساعه ومحلات بتقدم وجبات مجانيه. يعني انت نفسك انت لو عايز كده، يعني انا رحت ولا جوزي طلع لي برضه، هو طلع وجبات وخلاني طلعت انا وجبات. عايز تطلع وجبات، عايز الفلوس اللي ما فيش اكل معاك تروح تاكل، حاجه زي الفل برضه. السعوديه او مكه والمدينه جميله، ربنا يديم عليهم يا رب. خلي بالكم من الزحام، خلي بالكم من الناس. طبعا عقبال كل مشتاق، واستنوني بقى في فيديوهات تانية ونصايح تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.